هذا الجمع جمع طيب، نسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا خيرا، وهو مشغول بالخير، تأليفات ودروس وعلم وخير. وأصحاب الفتن مشغولون بالحجوري، شغلهم الشاغل الحجوري، أقض مضاجعهم. حتى بعض كبارهم في هذه الآونة فضح البرعي وغيره أنه مشرف في مجموعة يسمونها بمجموعة البيان العلمي لضلالات الحجوري أو كذا، وفيها سفهاء في الحقيقة يتلفظون بالألفاظ البذيئة ويتكلمون بالكلام المبني على الإفك والزور وعلى الكذب والفجور، ثم نتفاجأ أن هذا الرجل هو وعثمان السالم وعلي الرازحي مشرفون في هذه المجموعة. ولما افتضح أمرهم أراد البرعي أن يكحلها فأعماها كما يقولون، أخرج مقطعا يقول أنا ما أدري من أضافني وما أسمح لأحد أن يضيفني إلى آخره. طيب أنت ما تدري من أضافك وأنت مثبت عليك بعض الرسائل فيها والتوجيهات لأصحابها، ثم تقول ما أدري من أضافني. وأيضا بلغ بك الفراغ إلى أنك تشغل بمثل هذه الأمور، والله المستعان. وهم يقولون إنه صاحب مجموعات وجوالات من قبل، لكن الشاهد أن هناك كلام يضرهم ولا ينفعهم، ومجازفات وأكاذيب تنشر في هذه المجموعة. ما عندهم شيء إلا التلفيقات، ولو عندهم شيء ثابت يخرج الشيخ من السنة أو يدينه بالبدعة لطاروا به، لكن ما معهم إلا تلفيقات. تارة يقولون يسب الصحابة أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، من هذه الأكاذيب التي قد علم كذبها العامة قبل الخاصة وعرف فجورهم فيها. فهذا والله شيء عجيب، كنا نظن أن هذا من عمل السفهاء منهم، وإذا بهؤلاء الكبار، فما بالك بالصغار. ترفعوا عن مثل هذه الأمور، وإن كان عندكم نقد علمي بحجة وبينة فادلوا به. وهؤلاء العلماء وطلاب العلم يقرؤون، والنقد المبني على الإنصاف لا يرده إلا مخذول، نقد المبني على الحجج والبراهين والإنصاف في القول. وكما قيل عش رجبا تلقى عجبا، عش رجبا تلقى عجبا.